اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا للناس اللي بتتعامل بمبدأ اللي ما ترضهوش على نفسك ما ترضهوش على غيرك، الناس اللي بتحسب كلامها قبل ما تقوله، الناس اللي بتخاف على مشاعر اللي قدامها أكثر ما بتخاف على مشاعرها، الناس اللي بتقولك كلمة حلوة تجبر بيها خاطرك. الناس دي بجد من أجمل الناس اللي ممكن تقابلها. ربنا يكتر منهم في حياتنا. الناس دي طيبة جدا. امشي عدل يحتار عدوك فيك، يسكت بقى عدوك أبدا يألف عليك كلام ما حصلش عشان ما يحتار. أصله احتار كتير قوي. من أقبح الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك هو الشخص اللي ما عندوش لا عزيز ولا غالي، اللي بينسى الكلمة الحلوة والضحكة الصافية والصحبة الطيبة والعيش والملح اللي كان بينكم، الشخص اللي بينسى وقوفك معاه في أصعب لحظاته وجمايلك عليه حتى لو كان الجميل ده بسيط جدا. ده الشخص ده إذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان. اللي عيط على عياطي غير اللي قال لي كبري وفترة وهتعدي، غير اللي وقف قدامي ودموعي وسندني، غير اللي خلاني من قسوة كلامه أعيط وما فرقتش معاه، غير اللي ساعدني إني أضحك، غير اللي معايا بس وأنا بضحك، غير اللي قبلني زي ما أنا حتى لو متغيرة، غير اللي لمجرد إني بهت وما بقاش فيا حيل لحاجة. عموما يعني اللي موجود في أي وقت غير اللي موجود وقت الفرح والضحك بس. القوة إنك تقدر ترد وما تردش، تقدر تجرح فتسكت، تقدر تأذي وما تعملش ده. القوة الحقيقية أخلاقك ومبادئك وتربيتك، إنك تكون جدع وطيب وذوق رغم إنك قادر تكون العكس. مفيش حاجة اسمها ده ما شافش مني غير كل خير فمش هيأذيني، بالعكس ما تأذيناش أصلا غير من الناس اللي عملنا عشانهم كل خير. والله دايما الندالة وقلة الأصل مش بتطلع غير من الناس اللي انت عملت معاهم الصح وزيادة. لما تيجوا تعملوا أصحاب عمر صاحبوا الناس الأمينة. الصاحب الأمين أمين عليك، هو مش مجرد صاحب بيحبك، لا ده شخص ومخلص لدرجة إنه بيحبك أكتر ما أنت بتحب نفسك. فهو أمين على وقتك، أمين على فلوسك، أمين على مشاعرك، أمين على أسرارك، أمين على مخاوفك، على أحلامك. بيحترم خصوصيتك، مساحتك الشخصية، تفكيرك. بيحترمك قدام الناس، ما بيأذكش وما بيأذيش مشاعرك، ما بيجرحكش. دايما جواه مسؤولية شخصية تجاهك، إنه من واجبه يخلي شكلك كويس دايما قدام الناس، يخليك أنجح وأفضل حد في الدنيا، أكتر إنسان مبسوط ومرتاح في الكون، عشان انتوا صحاب. ياما في صحاب جمعتهم الصدفة وعاشروا بعض سنين وفرقتهم كلمة جارحة في موقف في لحظة، لا عملوا حساب لعشرة ولا لسنين ولا العيش وملح. للأسف العيش والملح هانوا عشان تقول فلان ده صاحبي. بيحتاج أكتر من مجرد من مشاعر حبه. الصداقة الحقيقية بتحتاج التزام، احترام، لنضج، لشرف، لأخلاق. لما تيجوا أصحاب العمر صاحبوا ناس أمينة. أنا معرفش أنا ليه زعلانة على حاجات أنا متأكدة إني أستاهل أحسن منها. ليه بتمسك بناس بيأذوني نفسيا مجرد إني بحبهم؟ ليه بعاتب نفسي على حاجات حتى لو ما كنتش غلطانة؟ ليه بسامح وبدي فرص لناس بيخذلوني
في كل مرة. أنا معرفش أنا ليه زعلانة على حاجات أنا متأكدة إني مستاهلش كل ده. مش قسوة ولا جمودية قلب، بس في مرحلة ما بيبقاش عندك طاقة عشان تبرر نفسك قصاد أي حد، بالذات اللي بيتعامل مع كلامك وتصرفاتك بسوء نية. بتفقد أي رغبة في إنك تصلح صورتك قصاد الناس. اللي عاوز يشوفك وحش هيشوفك مهما عملت، ومن جواك بتحس إنك بطلت تحس إنه فارق معاك. كفاية إنك قاصد روحك، قاصد شيء كويس لكن غلط، وإنك قصاد نفسك متأكد إنك مش مؤذي ولا يمكن في يوم هتأذي حد بتحبه. بستغرب من الناس ما شافوش مني غير كل خير. ليه شايلين ليا كل الكرد ده؟ الحياة عندما تكشف أقنعة الناس تكشفها بقسوة، لدرجة إنك تحتاج وقتا طويل لتستوعب بشاعة الوجه الحقيقي الذي تقاسمت معه ذكرياتك بشتى أنواعها. فالحياة مفاجآت قد تأتيك من البعيد، وقد تأتي من أقرب الناس إليك. فهناك خذلان لا يغفر، وفي النهاية ليس هناك أناس يتغيرون، بل هناك أقنعة تصل. الحياة عندما تكشف أقنعة الناس تكشفها بقسوة. مش أسفة لحد عملته بالطريقة اللي يستاهلها. بعد ما قعدت كتير بتعامل معاه بطبيعتي. الناس بتتغير، الدنيا نفسها بتدور. تراهنوا على ثباتي ليه؟ مش أسفة لأي حد وصلني لمرحلة إني أستبعده تماما ويخرج برا إطار حياتي، بعد ما كنت قافلة على وجوده وخايفة على مكانه عندي. عادي. مش أسفة لحد استفزني لدرجة إنه خرجني بيها عن شعوري وشاف أسوأ ما فيا. أنت اللي كنت عايز كده، عايز تشوف الوحش اللي فيا. مش أسفة تماما عشان ما تمسكتش بحد، ما أظهرش ولو شعر التمسك، وفي الآخر يقول أنا اللي بياعة. مش أسفة خالص لو دايرة معارفي اتشقلبت، ودايرة صحابي اتغربت، ودايرة قرايبي الترت. الشدة والمواقف قالت كلمتها. معلش، ما تتأسفش على أي موقف من دول، ما تتأسفش على حاجة ما غلطتش فيها. كل شيء مش صح ومش مريح ومش سالك يستاهل يتساب وبدون سبب. مش أسفة لحد عملته بالطريقة اللي يستاهلها. قعدت كتير بتعامل معاه بطبيعتي وبطبطي. الناس بتتغير،